اللي اخترع ماكدونالدز مات فقير، بس اللي باع اسمه بقى ملياردير. القصه بدات في الخمسينات. اتنين اخوات اسمهم ماكدونالد فتحوا مطعم صغير في كاليفورنيا. كانوا عباقره في التنظيم والصراع، بس كان عقلهم صغير وكانوا رافضين ان هم يكبروا الفكره. وهنا يدخل على الخط راي كروك. الراجل ده في الوقت ده كان بيبيع مكان ميلك تشيك. شاف عندهم نظام عبقري وقال لهم اللي عندكم ده ممكن يكون بيزنس عبقري. بعد ما اقنعهم بدا يبيع الفرانشايز باسم المطعم اللي هو ماكدونالدز. بس بعد شويه اكتشف ان هم مش عايزين يتوسعوا، وهنا يقرر راي ان هو يشتري الاسم بنفسه. اشتراه بحوالي 2.7 مليون دولار، والباقي زي ما انتم شايفين كده تاريخ. النهارده ماكدونالدز عندهم اكتر من 38 الف فرع حوالين العالم، وبتكسب اكتر من 25 مليار دولار سنويا. بس ده اهم حاجه ان هو ما ينسيناش احنا كعرب ان هو منتج مقاطعه. بس تتعلموا من الفيديو ده ان الاخوات اللي اخترعوا الفكره ماتوا عادي جدا، لكن اللي شغل دماغه بنى امبراطوريه مش مجرد مطعم. وهنا زي ما بيقولوا ان الفكره لوحدها ما تسواش حاجه، قيمتك الحقيقيه في التنفيذ والانتشار. يعني ما تكتفيش بالمنتج بتاعك، لا 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 لا، اهم حاجه التغليف اللي حوالين المنتج او الماركتنج اللي حوالين المنتج. فلو انت مش عارف ازاي تبيع، اعمل كومنت واحنا هنكلمك ونعلمك ازاي تبيع زي ما علمنا ناس كتير قبلك.